يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. انا اتأخرت شوية عشان اشتري الحاجات دي، بس برضو مهمنيش، هو لازم اجيبهم اول الشهر مش حسب ظروفي ما تسمح. المهم، لقيت معايا شوية فلوس فكة كده حلوين، رحت نازلة اشتريت اللي انا عاوزاه واعمل منهم على الفطار. وحتى لو انا اشتريت نص الشهر ولا اخر الشهر ما هم هينفعوا. المهم في حاجة دخلت معدتنا وفي حاجة دخلت بيتنا وفي خير وستر دخل حياتنا. ما يهمكيش تشتري امتى، وهو مش سباق. الناس اشترت امبارح، انا اشتريت النهارده، ايه المشكله؟ المهم ان كل حاجه اقدر ارتب اموري على حسب ظروفي، لا اتعب نفسيا ولا ماديا ولا تقل على نفسي ولا تقل على حد. واديني في الاخر اشتريت اللي انا عاوزاه، اللي كنت من كام يوم بقول ده انا اتاخرت ومش عارفه اشتريهم. اديني عرفت اشتري، ومش لازم كميه. انزلي واشتري الحاجه اللي هي ترضي نفسيتك وبس وترضي نفسك. وفي الاخر اشترينا كل حاجه، وهنعمل منهم احلى حاجات كمان للعيال. وحتى لو كانت حاجات بسيطة، وهي الدنيا بتعدي ويوم بعد يوم بيعدي برضه. ودايما بقولك على حسب ظروفك انتي، الدنيا فيها ايه بره ملناش دعوة بيها. المهم ظروفي انا، وان شاء الله برضو اللي انتي بتحلمي بيه هتحققيه، حتى لو كنت نفسك في تمراية ولا بلحاية حتى. وفي الاخر ادينا جبنا كل حاجة، والعيال كمان استمتعوا باللي احنا جبناه. ومفيش حد قال ياه هو احنا كده متأخرين، مفيش حد قال كده. اول ما شافوا الحاجة فرحوا بيها، وفي الاخر عملتها لهم. واديني نزلت واشتريت الخير كله ليهم، ولا تقلت على نفسي ولا تقلت على حد معايا في البيت، علشان هو كمان على حسب ظروفه. ما احنا كل حاجة بنشيلها مع بعض، حتى لو كانت اللقمة. والعيال كمان لازم تتعلم كده كويس. وفي الآخر كل الخير دخل بيتنا اهو، وبرضه بناكل وبنشرب وعايشين والحمد لله. واللي بيحلم بحاجة هيحققها، بس خلي بالكم واحدة واحدة. المهم دلوقتي احنا عندنا بلح وعندنا كركديه وعندنا دوم، دي مشروبات حلوة تعمليها كده على الفطار. وعندنا شوية عدس برضو، مش لازم تعملي لهم شوربة عدس كده لوحدها، اعمليها اهي تفتح نفسهم لما يكون جو ساقعة. وبرضو ما تقوليش ان احنا في رمضان وما نعملش، لا هي بتفتح النفس برضو حلوة ومغذية ليهم. وعندنا كمان شوية الشطة دول، هنحطهم كده في الكبة حبة حبة، مش كلهم على بعض، حسب ما تستعمليهم. حتى يعني تعملي كمية تقعد معاكي على الأقل مثلا شهر. هتعمليها وتشيليها في برطمان كده وهي مطحونة، وبعد كده هتستعمليها. والبلح ده هتحاولي ان انت كل شوية كده تشيلي منه البذرة وتشيليهم برضو على جنب، علشان لما تيجي تستعمليهم تلاقيهم جاهزين. اما الكركري والدوم دول تعمليهم يوم بيوم، علشان الحاجات دي بتخسر قوي. المهم في الاخر رتبت اموري. وعايزه اقولك لما تروحي اي مكان، خلي بالك من الشباب اللي موجودين، ما تصورهمش عشان بيتضايقوا. ما تخليش حد برضو يتضايق وهو واقف في الشغلانه بتاعته، علشان ده نفسيا بيضايقهم. هما كفايه ان هما تعبانين وشقيانين وسايبين بيتهم علشان ينزلوا يفرحونا ونفرح معاهم. هي شغلتهم، بس برضو ليهم نفس برضو، ما يبقوش مكسورين كده لما يلاقي صورهم نازله وهما ما كانش يسمح حد، ما كانش يسمح لنا ان احنا ننزلها. ويا سلام بقى لو خدت شوية بلح من دول كده ساعة الفطار واديتهم لحد من العيال كده وينزل يوزع، ولو 3 تمرات كده ولا تمراية على الفطار اهو برضو ياخد ثوابهم. وكل سنة وكل يوم وانتوا بهنا وسعادة.